السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله البنات غادي نقدم معكم الشرموله ديال الدجاج. انا غادي ندير شي طريفات ديال الدجاج وغادي ان شاء الله نشرملهم معكم. اول حاجه هنايا درت هنايا غير 2 فصوص ديال الثومه كبارين حكيتهم، لان ندير غادي ندير الدجاج على حسب افراد الاسره ديالي. من بعد ضفت هنا واحد الكويس صغير ديال الماء دافي، ودرت فيه هنايا واحد 3 الشعيرات او 4 ديال الزعفران حر. انا كنضيف نفضل هكا الزعفران حر على داك المصنع. من بعد ما خويته غادي نضيف دابا قزبر ومعدنوس اللي قطعتهم رقيق. من بعد غادي نضيف شويه ديال الملحه، قليل من الملح على حسب الذوق. هنا عندي واحد شويه ديال التحميره. بالنسبه لهاد التحميره البنات مديوره في الدار، كنفضل انا الدار في الدار، فلفله حلوه. المهم راه كاينه الطريقه ديالها. عندي هنايا شويه ديال الحرقوم بلدي او الكركم، عندي شويه ديال الابزار حتى هو على حسب الذوق اللي كيبغي الحار. عندي هنايا شويه ديال القرفه، ما غاديش نكثرها بزاف. وغادي نضيف على حسب الزيت، نتوما اختياري، اللي بغى الزيت اللي يضيفوا، اللي ما بغاه حتى من بعد على حسب الاختيار. غادي نضيف هنايا شي شويه هذا زيت الزيتون. صافي غادي نمزج هاد المكونات مع بعض. على هاد الشكل. الا عندكم البنات القزبر يابس مطحون ضيفوه، انا كمل ليا حتى ان شاء الله نبغي نطيبو غادي نطحنو، غادي نضيف واحد شويه. صافي البنات غادي دابا نشرمل الدجاج ديالي على هذا الشكل، وغادي نخليها البنات حتى كيتشرب مزيان مزيان. انا البنات ما كنضيفش الحرقوم ملون، نتوما الا بغيتو تضيفوا شي شويه لكم الاختيار، انا كنفضل ما نضيفوش. ان شاء الله ملي غادي نطيبهم غادي نضيف شويه ديال البصله، غادي نشحرهم واحد شويه كيحمروا، لانني غادي نطيب غير كميه قليله، ومن بعد غادي نمرق عليه صافي ونضيف ليه البصله. كيجي صراحه لذيذ لانه كيكون هكايا بالشرموله، غير خلوه يتشرب على خاطره. ما كنضيفش فيه انا قوه العطريه كثيره. الا عندكم الزعفران الحر بزايد ضيفوه. انا بقاو عندي واحد الشعيرات هنا في الكاس غادي نضيفهم. نتوما الا بغيتوهم يرخي لكم مزيان هكايا سخنوا واحد شويه هكا في معلقه فوق البوطه حتى كيسخن كيتفرتت دغيا في الماء دغيا كيرخي. ها هو البنات شوفوا كيعطي داك اللويان صفيفر طبيعي. بالنسبه للبنات لهذا قشيوشات ديال الدجاج، عندي هنايا العنق ديال الدجاج وعندي هنايا الكبده. كيف كتشوفوا هاد الماء اللي خرج منه غير الكبده البنات سلقتها واحد شويه، صفيتها حتى داك شويه كيخرج منها كيسلقتها بشويه ديال الماء صافي وحطيتها. ومع طريفات ديال اللحم بطبيعه الحال. صافي نحطو الثومه على جنب على هذا الشكل، وان شاء الله غادي نغطيه هنا هاد الاناء ديالي فاش دايرهم بلاستيكه اولا ندور عليه السلوفان اولا نديرو في شي بواطه ونخليه ان شاء الله تنطيبو. نتمنى ان شاء الله الفيديو نال الاستحسان ديالكم ويعجبكم وتشاركوا مع الاحباب ديالكم. المهم للمبتدئين، انا كنهضر على المبتدئين، اما الناس اللي كيعرفوا تبارك الله ما شاء الله التوفيق ليهم. ان شاء الله نتمنى يعجبكم الفيديو، يكون خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنسونيش البنات من اللايكات ديالكم والتشجيع. الى عجبكم المحتوى علاش لا تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.